دايما كده يا جماعه الغدا بتاع الجمعه لازم يكون مختلف. قاعدين يزنوا على دماغي بقى ويقولوا لي يا ماما احنا عايزين نتغدى بره، قلت لهم هجيب لكم المطعم لحد البيت واحسن كمان. المهم بقى جبت الجريل القمر بتاعتي دي وحطيت فيها ماده دهنيه، ونزلت كمان ببصلتين كبار كده متقطعين جوانح. اول لما البصل بدأ يدبل بسيط خالص كده، جهزت شويه فلفل الوان، مفيش فلفل الوان حطي فلفل اخضر بس. هندي بقى للفلفل تقليبه كده وتشويحه حلوه مع البصل لحد ما الفلفل يدبل بسيط كده. كنت مجهزه عندي بقى راس توم كبيره، اخدت نصها حطيته على الخضار. وجهزت البهارات: ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقه من الكركم. قلبت كل البهارات مع بعضها واخدت نصها حطيته على الخضار. تقلبتين تلاتة كده للخضار مع بعض، وهنغطيهم 5 دقايق لحد لما الخضار يدبل شويه. اول لما الخضار يدبل زي ما انتم شايفين كده هنخرجه من الطاسه بتاعتنا. وفي نفس الطاسه دي هنحط كمان معلقه زبده، وشريحتين تلاتة كده من الجنزبيل الفريش مع باقي معلقه التوم اللي عندنا. اول بقى لما نشم ريحه التوم والجنزبيل بدات تظهر كده هنكون مجهزين عندنا الجمبري. ده كيلو الا ربع جمبري، ده جمبري ازاز يا جماعه. انا غسلته ونضفته كويس جدا، ده كيلو الا ربع بعد التقشير مش قبل التقشير. غسلته كويس جدا ونضفته وفتحته كده من سلسله الظهر. الطاسه بتاعتنا سخنه جدا والنار عاليه. هننزل بالجمبري ياخد صدمه كده، اول لما ينزل الميه بتاعته يبدا ينشف. هننزل عليه باقي البهارات اللي كانت معانا. وهنديلهم تشويحه بسيطه كده، وهنضيف عليهم معلقتين من الخل ومعلقتين من عصير الليمون. وشويه كزبره كده مع كرفس متقطعين قطع صغيره. هننزل عليهم بقى الخضار. طبعا انا دبلت الخضار الاول لوحده لان الخضار بياخد وقت في التسويه اكتر من الجمبري. وزي ما احنا عارفين كده الجمبري بالظبط 10 دقايق على النار وبيكون جاهز. اخر اضافه ضفتها بقى معلقتين كبار من الصويا صوص ومعلقتين كبار من المستردة. وهندي للكلام ده كله تقليبه مع بعض بالظبط دقيقتين 3 على النار. ياخدوا ويدوا كده من طعم بعض. كده بقى الفاهيتا القمر بتاعتنا بقت جاهزه، هنشيلها على جنب شويه. ونجهز بقى الاشياء الاخرى بتاعت السندوتشات. حمرت شويه بطاطس زي ما انتم شايفين كده. وعملت كمان سلطه طحينه. جهزت كمان بقى كل الصوصات اللي احنا هنحطها جوه السندوتش بتاعنا. كاتشب بقى، مستردة، مايونيز، هوت صوص، اي حاجه انتوا حابين تحطوها جوه براحتكم. هنجيب بقى عيش صاج او عيش تورتيلا الموجود عندكم، الاتنين بيمشوا. هنحط بقى شويه من سلطه الطحينه، معلقتين من الفاهيتا. شويه بطاطس، حابين تحطوا بقى جرجير، حابين تحطوا جبنه موتزاريلا. طبعا المرحله دي براحتكم العبوا فيها بقى. يعني اللي عايز مستردة هنحط له، اللي عايز كاتشب هنحط له. ما شاء الله الكميه دي عملت عندي 9 سندوتشات بالحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى الجريل القمر بتاعتنا دي نحط فيها معلقه زبده صغيره. وعلى كل ناحيه كده بالظبط 5 دقايق لحد لما السندوتشات بتاعتنا تتحمر والجبنه تسيح بالشكل ده. وبس كده خلاص عملنا لهم اكل احلى من بتاع المطاعم مليون مره. شايفين بقى الجمال بجد يا جماعه، استحاله تعرفوا تعملوا الجمال ده في البيت وتروحوا تشتروه من بره. عملت لهم كمان كده شويه عصير ليمون بالنعناع علشان اروق عليهم. جربوا بقى سندوتشات الفاهيتا القمر دي وان شاء الله تعجبكم جدا، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي.